اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ وكل سنه وانتم طيبين. تعالى نشوف مع بعض المشتريات بتاعه المصيف. طبعا المصيف او البحر دي فسحه الاولاد بيستنوها من السنه للسنه، وخصوصا الاولاد لما بينجحوا بنكافئهم ان احنا نوديهم البحر، فبيكونوا عاملين حسابهم ان هم يروحوا البحر، وفي كمان اطفال بيحوشوا عشان يشتروا كل حاجه نفسهم فيها قبل ما يروحوا المصيف. فتعالوا نشوف مع بعض المشتريات بتاعه المصيف. هاتي ورقه وقلم كده، ولو انت هتروحي المصيف اكتبي الحاجات اللي احنا الأساسية والضرورية في المصيف. طبعا المصيف بيعتمد على الأكل الكتير وعلى التسالي والمشويات والحاجات الحلوة دي. فأنا عملت لكم فيديو للتتبيلات، التتبيلات اللي انت تاخديها معاكي، لا إما هتشتري أكل جاهز، لا إما تاخدي الأكل متبل معاكي على التسوية على طول. يعني عشان يبقى في وقت تقعدي مع اولادك، مع عيلتك، مع اسرتك، تلعبي. ما تعتمديش في المصيف ان انت تروحوا تعملوا محاشي وتعملوا اكلات وتقفوا على البوتاجازات كتير يعني والكلام دوت، لا، خدي الاكل متبل معاكي. فانا عملت لكم في الفيديو اللي قبل دوت تتبيله الفراخ المشويه، كمان كفته البرغل والهمبرجر والكفته العاديه وتتبيله الحواوشي. دي الاكلات السريعه اللي ممكن تتبليها وتاخديها معاكي متفرزه من التلاجة وتسويها على الاكل على طول. وطبعا هتاخدي كميه عيش، وكمان عملت العيش السوري لان الاولاد بيحبوا ياكلوا السندوتشات السوري، حلوه جدا جدا جدا. وكمان انت ممكن تعمليها بطريقه سهله جدا واقتصاديه كمان. فانا عملت التتبيلات الحمد لله في فيديو قبل الفيديو دوت، وكان ناقصني بس اللي هو تتبيله الشاورما، فجبت معايا نص كيلو بانيه هتبله معاكم في الفيديو ده ان شاء الله، وهعمل معاكم برضو السوميه. وكده يبقى يعتبر الاكل جاهز. فاضل لنا بس الفطار. هننزل ان شاء الله على بالليل كده نشتري حاجات الفطار اللي هو الجبن واللانشون، دي بنشتريها قبل ما نطلع على طول. واللب بس والسوداني والحاجات ديت برضو هنشتريها بالليل ان شاء الله. تعالوا بقى نشوف الحاجات ديت. اشتريت اول حاجه حاجات للخضار اللي هو بتاع السلطه. جبت خيار هعمل منه مخلل، هعمله معاكم برضو في الفيديو ان شاء الله. جبت حاجات للفطار، بتنجان وفلفل وبطاطس نحمرها للاولاد للفطار، وطماطم كمان. وجبت بصل، وجبت بقى شوكولاته من ديت. وجبت التسالي بقى، جبنه ترمس. هنبله وهنعمله ان شاء الله عشان احنا هنخرج تاني يوم. وجبت حمص الشام، وجبت ذرة فشار والفنكوش. وجبت العدس دوت انا جايباه يعني زيادة، لو مثلا الاولاد زهقوا من المكرونة والرز والحاجات ديت فممكن اعمل لهم رز بعدس، بيكون طعمه حلو جدا والاولاد عندي بيحبوه بصراحة. هعمله لكم ان شاء الله في فيديو لوحدي. جبت المكرونة ديت بتتسلق، وبعد ما تتسلق بيتحط عليها توابل معينة، وبتتقلي في الزيت، بيبقى طعمها حلو جدا زي المقرمشات بالظبط. هنعملها ان شاء الله معاكم. جبنا كمان سمنه، السمنه اخد منها ببطرمان، وعسل وطحينه برضو هحطها في بطرمان، اي حاجه سايله هحطها في بطرمان. برضو هحط زيت في بطرمان، صابون مواعين في بطرمان، اريال سلك، كل الحاجات ديت. سكر طبعا هناخد سكر. دوت هنعمل منه قرص اخدها معاهم ياكلوها على طول، يعني هعمل منه قرص هنا في البيت واخدها في علبه. جبت لهم هوهوس، لسه ناقص الشيبسي والبيبسي. جبت لهم كمان ملبس، والنسكافيه طبعا لا غنى عنه، والسكر والشاي. دريم برضو ده جيل دريم هعمله هناك، وجبنه فانيليا وبيكنج باودر، الحاجات دي هعمل منها كيكه برضو بالليل واخدها معايا. وجبت لبن بودر عشان بحب احطه على النسكافيه وكده. جبنه شعريه بقى ومكرونه عشان هنعمل مكرونه محمره ورز، عشان نعمل معاها اول يوم مثلا نعمل الفراخ المشويه ونعمل معاها رز بالكاري. تاني يوم ممكن نعمل مثلا رز ابيض مثلا او مكرونه بالصلصه. تالت يوم ممكن تعملي رز بعدس. رابع يوم ممكن مثلا لو هتشتري اكلة سمك ممكن تشتريها من هناك، السمك بيكون رخيص. جبت لهم ملبس كمان ونشا عشان نعمل السومية. والمكرونة ديت ممكن برضو تعملي منها مقرمشات، ممكن تعملي منها مكرونة بشاميل. ممكن تعملي المكرونة بشاميل وتاخديها معاكي صينية على التسوية على طول، تاخديها من التلاجة وكل حاجة، واول ما تروحي تدخليها الفرن بس. جبت مرقة دجاج ما استغناش عنها، طبعا الاولاد بيحبوا ياكلوها مع الفشار، بيحبوا ياكلوها في اكلات مختلفة يعني، وبيحبوا برضو يحطوها على الفنكوش. فدي المشتريات بتاعة المصيف.
بالليل بقى ممكن ننزل نشتري بقى قبل ما نمشي على طول حاجات الفطار، الجبنة واللانشون، وكمان حاجات اللهم صل على النبي، اللب والتسالي. وطبعا بتجيبي على قد امكانياتك عشان الحاجة طبعا دلوقتي غالية، فممكن تجيبي ربع كيلو من كل حاجة وتبسطي اولادك. بنعمل هناك بقى نعمل حمص الشام، وناخد الترمس معمول جاهز. مثلا لو حبوا ياكلوا عسل وطحينة بالليل بياكلوا. ان شاء الله تبقى رحلة سعيدة لكل الناس اللي نفسها تروح مصيف. كده دي المشتريات بتاعتنا. تعالوا بقى نعمل مع بعض تتبيلة الشاورما، وهنعمل مع بعض الصومية، وكمان هنعمل مع بعض الخيار المخلل، هناخده مخلل جاهز كده على الاكل على طول. وكل سنه وانتم طيبين. طبعا نسيت اقول لكم لو اول مره تشوفوا القناه يا ريت تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ودي المكرونه دي هنعمل منها اندومي، بدل ما الاولاد ما يشتروا اندومي لا هنعمل مع بعض احنا. المكرونه دي بتتسلق وبناخدها بميه السليق بكل حاجه، بنحط عليها توابل الاندومي بقى، وتحط عليها كركم عشان يبقى لونها كده اصفر، تحط عليها بقى بصل بودره، طعم الكباب، اي طعم بتحبيه، شطه، بتبقى حلوه جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا ما قدرتش اكمل المقطع طبعا من الاولاد، فقلت امندش الباقي بصوتي. جبت كده شنطه هبتدي احط فيها الحاجات بتاعه المطبخ، الرز، المكرونه، العدس، الحمص الشام، حاجات الشاي والسكر والحلويات للاولاد على قد ما الشنطه تشيل. طبعا انت بتكوني منظمه نفسك، شنطه يكون فيها الهدوم، عملت لكم الفيديو بتاع تحضير شنطه الهدوم، وشنطه بيكون فيها الحاجات المتلجه، وشنطة بيكون فيها حاجات المطبخ كده. خدت معايا كمان بطاطس، وخدت طماطم، وخدت حاجة سلطة. خدي معاكي الاكل بزيادة لما يتبقى معاكي اكل، احسن ما تروحي هناك وتكوني محتاجة حاجة من بره، لان طبعا المكان المصيف بتتباع فيه الحاجات باسعار سياحية. يعني لو الحاجة بره ب10 هتلاقيها في المصيف نفسه ب15 او ب20. فانت جاي خلي معاكي كل حاجة حتى لو على القد. فجهزت في الشنطة ديت كل الحاجات اللي تخص المطبخ، وعملت شنطة لوحديها حطيت فيها التفريزات اللي انا عملتها معاكم، الفراخ وتتبيلة الحواوشي والكفتة البرغل والهمبرجر. دي باخدها اخر حاجة او بجهزها اخر حاجة، عشان طبعا عايزة الحاجة تفضل متلجة اكتر وقت. فعملتها اخر حاجة. طبعا بالنسبة بقى للصابون، عشان انا حصل معايا موقف بسبب الصابون بصراحة، ضيع لي حلاوة المصيف بصراحة. الصابون حطيه في مكان ما يكونش فيه اي حاجة تبع الاكل، يعني الصابون حطيه مثلا في شنطة الهدوم مفيش اي مشكلة. لان انا كان عندي الاولاد كانوا جايبين حلويات حطوها في الكيس اللي كان فيه مكان الصابون. فطبعا الاولاد لما جم كلوا حسوا بطعم الصابون. فطبعا معدتهم وجعتهم فالحمد لله ربنا ستر. بس يعني بعد كده عماله اقول ريحه الصابون دي منين، اكتشفت في الاخر ان الكيس اللي فيه الحلويات مكان صابون. فيفضل الكيس مكان صابون، مكان رابسو، مكان برسيل، مكان اي حاجه تتخلصي منه وترميه، ما تشيلهوش في الاكياس اللي هي اعاده الاستخدام. تمام. بعد كده اليوم دوت بقى كنت اخر حاجه هجهزها معاكم اللي هو الشاورما. قلت طبعا انا مصيف انا بموت في حاجه اسمها سندوتشات السوري او سندوتشات الشاورما بمعنى اصح. فجهزت معايا كل حاجه ليها، وبجد طلعت تحفه جدا وعجبت الناس اللي جم معايا في المصيف. عملت حساب كل نفر في العيله من اولها لاخرها. جهزت ياخد النص كيلو فيليه دوت كفه 21 رغيف شاورما. ازاي ما اعرفش. شوحت النص كيلو كده اهوت، وحطيت عليه كميه بصل كتير عشان يكفي العيله وعيله العيله، يعني ما شاء الله ولا قوه الا بالله. واحط عليها برده كميه فلفل، كميه طماطم، لو في زيتون حط زيتون، ممكن كمان تحط شرايح بطاطس، بس انا هناك حمرت بطاطس وحطيت بطاطس. هتحط عليها تتبيله الشاورما بقى، وكاري وكركم وبابريكا وملح وفلفل وبصل بودره وتوم بودره، وتحط لها ريحه الفحم. جهزت معاكم كمان السندوتشات السوري والصوميه، وعملت هناك البطاطس المحمره، وكنت واخده معايا كل حاجه جاهزه، والخيار المخلل كمان هعمله معاكم في الفيديو دوت. وكانت اكله جميله ما شاء الله ولا قوه الا بالله، فرحت بيها الاولاد وادخلت سرور على مسلم. يعني لما تدخلي سرور على مسلم طبعا ربنا يديكي اجر كبير جدا جدا. فاي حاجه تعمليها لاولادك، تعمليها لقرايبك، تعمليها لاهلك، اعمليها صدقه عن صحتك، اعمليها ادخال سرور على مسلم، فرحي بيها اللي حواليكي وفرحي بيها نفسك ان انت بتعملي الخير، عشان كمان تتغلبي على نزعة الشيطان اللي جوه كل انسان نزعة شيطانية كده هو تتغلبي بيها بفعل الخير ان شاء الله.
تعالوا بقى نعمل الخيار دوت. الخيار دوت حاجه حلوه جدا جدا جدا، كل اللي داقوا في المصيف عجبهم وقالوا لي اعمل لنا بطرمانات خاصه، فانا اعمل لهم خيار وابيعه لهم بعد كده. طريقته سهله جدا، مفيش اسهل منها. انا كنت عايزه اعمل حاجه كده مخلله على السريع، جت في دماغي فكره الخيار. قطعت خيار وحطيته، وحطيت عليه فلفل، حطيت عليه توم، حطيت عليه ورق لوري وروزماري، وحطيت عليه كمان ربع كوبايه خل وميه سخنه، عشان انا عايزه يعني الحاجات دي كنت بجهزها قبل المصيف بيوم على طول. ميه سخنه وربع كوبايه خل وملح وفلفل، وممكن تحط شطه. وسبت البطرمان بقى، اهم حاجه الميه السخنه عشان الخيار بتاعك يستوي كده ويكون فيه قرقشه، ما تسلقهوش، اعمليه كده اهوت. وكل اللي يدوق الخيار دوت عجبهم جدا 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 جدا. طعم الروزماري على ورق الرولة، وممكن تحط حبهان، والثوم بقى طعمه كان جميل، اللي يفتح البطرمان كده يشم ريحه حلوه جدا جدا. وحطيت كمان حبه البركه. ما شاء الله ولا قوه الا بالله، ممكن تعمليه على السريع وتاكلي منه بعد نص ساعه. ان شاء الله اعمل لكم فيديو لوحدي خالص للناس اللي مش واخده بالها، او الفيديو سريع او اي حاجه. حطيت كمان حبه بابريكا وحبه كركم عشان اللون الاحمر والاصفر والحلويات والحاجات دي، وحبه خل في الاخر خالص. ورجيت البطرمان عشان الملح يدوب، حطيت 4 معالق ملح صغيره ورجيته وسبته بالشكل دوت، واخدته معايا المصيف. ما شاء الله ولا قوه الا بالله، ما رجعش منه ولا خيرايه، خلص كله الحمد لله بالهنا والشفا على قلب اللي كانوا. كده جهزنا مع بعض الليمون المخلل، وكمان عملنا الشاورما او السندوتشات السوري. وبعد كده بقى كل حاجة عايزينها انا كاتباها في ورقة وقلم هناخدها معانا. الزيت هحطه في علبة، مثلا هاخد مثلا نص كيلو زيت. الصابون المعين هحطه في علبة بس هيكون في مكان مخصص بعيد عن الاكل عشان ما يلقطش اي ريحة. سلك مواعين برضو هاخده لوحده. صابونة وش خدناها. هناخد ايه تاني؟ خل، عايزه تاخدي خل، عايزه تاخدي ليمون، فاي حاجه انا كاتباها كده اهوت. وهاخد معايا بطرمانات بلاستيك مش ازاز عشان ممكن تتكسر منك من العربيات. وكمان اخدت مربى واخدت عسل وطحينه، كل حاجه حطها في حاجه بلاستيك عشان انا قبل كده اتكسر مني بطرمان مربى كده اهوت ازاز، اتعورت منه وبهدل الدنيا وزعلت على البطرمان نفسه. فاي حاجه بقى بكون عندي بطرمانات كده اهوت بلاستيك عشان ما تتكسرش مني، بحط الحاجه في البطرمان او في الازازه، وبعد كده بحطها في كيس وبربطه، كل حاجه في كيس لوحديها. وزنت بالظبط نص كيلو زيت. الزيت دوت هناخده نعمل منه الحواوشي، هنعمل منه نحمر منه الهمبرجر، هنستخدمه طبعا في الاكل. هاخد زيت، هاخد سمنه، كل الحاجات دي بكون كاتباها في ورقه عشان ما انسيش اي حاجه. حتى التتبيله بتاعه الاكل، يعني احنا هنعمل هناك اكلات، خدت التوابل في اكياس كده لوحديها. تتبيله حمص الشام والفراخ والرز بالكاري، كل حاجه عملتها كده، كنت عامله حسابها الحمد لله. ما كانش ناقصني اي حاجه، خدت الحاجات بزياده الحمد لله. ورجعنا كمان بحاجات. تاخدي معاك كميه عيش حلوه طبعا عشان الفطار والغدا والعشاء. كل حاجه بتكوني مجهزاها طبعا قبليها وكاتباها في ورقه عشان ما تنسيش اي حاجه. هتقعدي كام يوم، كل يوم هتفطري ايه، تتغدي ايه، تتعشي ايه. دي الشاورما بعد ما خلصناها حطيتها في كيس كده اهوت، حطيت كل حاجه في كيس، وبعد كده بحطها في علبه عشان ما تتبادلش مني في السفر. عملت لهم كمان مقرمشات المكرونه ديت حلوه جدا جدا جدا. بتسلقيها الاول نص سلقه، وبعد كده بتطلعيها تصفيها من غير ما تغسليها. بتحط لها معلقه نشا، معلقه دقيق، وكده هوت بتتبليها والنشا والدقيق، وبعد كده بتحمريها. بعد ما بتحمريها وتطلعيها بتصفيها على ورق او مناديل المطبخ، وبعد كده بتحط لها التوابل اللي انت عايزاها بقى. بابريكا، شطه، طعم فراخ، طعم كباب، اي طعم بتحبيه، مرقه دجاج، ملح، اي حاجه بتبقى حلوه جدا جدا. عملت منها كميه كبيره، عملت بتاع نص كيلو. جبت لهم المكرونه الحلزونه ديت وحمرتها وحطيت لها التوابل بتاعتها. طول المصيف الاولاد بياكلوا منها، عجبتهم جدا جدا جدا. بعد ما بتحمصيها وبتسيبيها تبرد خالص وبتحطي لها الطعم اللي انت عايزاه، بتحطيها في علبه بتقعد معاكي لمده شهر في العلبه، ما يحصلهاش اي حاجه. ممكن تعملي المكرونه بالقلم بتبقى جميله جدا، مكرونه صغيره. ممكن تعملي الرز كمان، بس احلى حاجه جربتها اللي هي المكرونه الحلزونه اللي انتوا شايفينها ديت، وكمان المكرونه بالقلم. كده احنا يعتبر جهزنا كل حاجتنا، وحاجات التفريزات حطيتها اخر حاجه. قبل اول ما عرفت ان العربيه جت جهزت التفريزات بقى عشان ما تفكش مني في السكه. ونزلنا في رعايه الله، قلنا دعاء الركوب ومشينا. احنا مشينا 3 الفجر وواصلين المكان، يعني ما اخدناش ساعتين. هعمل لكم ريفيو عن المكان نفسه، اتفرجوا عليه هيعجبكم جدا. وده شكلي بعد ما روحت بقى وفطرت الاولاد وجهزت نفسي ان انزل الميه، قلت اصور فيديو للذكرى.
يا ريت بقى تنوروني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم في الله، والسلام عليكم.